أنا سني لكن من اليوم أنا شيعي. الدفاع عن الأمة. يعني لو فيه دولة يعني سنية قوية كان معقول إن مصر بلد الأزهر وبلد الدعوة الإسلامية يدخلها التشيع. هذا ما من عهد صلاح الدين الأيوبي. احنا نعرف إن الأزهر بني ليكون مركز للشيعة لنشر الدعوة الشيعية الإسماعيلية. الإسماعيلية أشد كمان من الإمامية الاثنى عشرية، ولكن يعني إن شاء الله إنه هذا الأزهر الذي بني من أجل هذا أصبح وقلعة السنة يعني منذ حوالي 1000 سنة إلى الآن، والحمد لله، ولا 800 سنة أو إلى آخره. وموجودين بكثرة خاصة في مصر. مش هنتكلم بقى، احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان التشيع في مصر وصل الى حالات كثيرة جدا، وده يعني مش ابتكار ولا اختراع ولا حاجة من عندنا. انما اسألوا الناس اللي في قرية سنوة مثلا في أسوان، اسألوا الناس اللي في الأقصر من الأشراف كيف يتشيع كثير منهم. اسألوا حسن شحاتة اللي كان تشيع على يده كثير من الناس للأسف الشديد. للأسف هذه الأمور يوقف أمامها ببرود أعصاب. فأنا بحذر حقيقة من المد الشيعي في مصر. أقول يا دكتور عاطف يجب أن ننتبه لذلك. والله هذا المد الشيعي ما هو إلا أداة من الصليبية من الصهيونية لكي يضغط أن الدين والعقيدة لا يفسدها إلا عقيدة ودين. هم لن يستطيعوا أن يضربوا هذا الدين إلا بدين فاسد يأتي ليقنع الناس، وخاصة أنهم يتكلمون بكلام معسول محبة آل البيت. فرق شاسع قبل التشيع وبعد التشيع. قبل التشيع حتى قال بعض الأهل البلد لأخيه ولشقيقه: كنا نتعلم منكم حب الصحابة، كنا نتعلم منكم توقير الصحابة، فضل الصحابة، من هو أبو بكر ومن هو عمر ومن هو عثمان ومن هي أم المؤمنين عائشة، ما الذي حدث؟ فرد عليه قائلا: كنا في غيابة وفتحنا، كنا عمي وفتحنا وعرفنا الحق. ويجاجر بها في وضح النهار إنهم الشيعة بكل معتقداتهم، بكل بغضهم لأهل السنة والجماعة، ها هم الآن في مصرنا، ها هم الآن يقيمون الحسينيات على أرضنا المباركة. هذا المنهج الشيعي الممنهج لكي يحتلوا مصر. دي مش كده وبس. في اكتوبر ننتقل الى حضراتكم عشان تعرفوا كيف تغلغل الشيعة في مصر. ماشي. والامن بقى، الامن لازم ياخد باله شوية، في اكتوبر منتشرين بشكل غريب جدا. في اكتوبر، في طنطا، في منطقة اسمها الرجاتية حسب ما جاءني من تقرير. في المنصورة مقر الدكتور النفيس احمد راسم النفيس. في كومومبو وصلوا حتى اواخر الصعيد، لهم مقرات في الصعيد. في قنا، في الاقصر، اماكن كثيرة وجدوا في قطاعات البترول. بيشيعوا الناس في قطاعات البترول ويديهم فلوس ويشغلوهم ويشيعوهم في قطاعات البترول وغير ذلك كثير. لأنني أعتقد أن الرابح الوحيد في القضية دي بعد اليهود هم شيعة. أنا بقعد قدام التلفزيون 10 ساعات أسمع الأخبار، حاجة تدمي القلب،
حاجة تدمي القلب. أكثر ما يؤذيني ليست هذه الدماء وتلك الأشلاء، فأنا أحتسب عند الله عز وجل، ولهم عند الله أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، ولهم عند الله خير مما لهم عندنا. ولكن الذي يؤذيني أكثر ما يؤذيني أن أسمع مداخلات من هنا وهناك تقول أنا سني لكن من اليوم أنا شيعي. وأنا أناشد يعني كل من يرفع راية الإسلام وكل من يريد الخير بالبلاد والعباد أنه يتكلم في هذه القضية ويبين خطر هذه القضية. لعل الإدارة القائمة على البلاد سواء كان الدكتور مرسي أو المرشد أو جماعة الإخوان المسلمين ينتبه إلى خطورة هذا الأمر. فأنا أقول له إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت أنت مش عارف الشيعة فطبعا فهذه مصيبة. وكيف تتولى أمر البلاد والعباد وأنت لا تعرف الشيعة؟ أكبر خطر موجود أخطر علينا من دولة اليهود ومن النصارى. يعني نقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة. طيب، هو البعض بيتكلم بطريقة تانية ويقول إن مصر لن تتأثر بهذا يعني بالشيعة أو بغيرهم، لأن مصر يعني أو الشعب المصري لا يتأثر بمثل هذه. مش بشر احنا يعني. صيانة للعقائد، ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه واسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما حاصل النهارده، اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه. الروافض هيجوا علشان يفكوا لنا ازمه السولار والبنزين ويرموا لنا 6 مليار ولا بتاع الكلام ده وينشرونا مذهبهم على حسابنا، وده اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا واقفين للروافض. تعقلون، والأدهى من ذلك وأمر أن تستخدمي وترددي يا أزهر الإسلام عبارة المد الشيعي. فكنت أتخيل بأنكم ترون التشيع مجموعة خرافات وخزعبلات ولطم، فما خوفكم من هذه الخزعبلات؟ إذا كانت خزعبلات لازم ما تخوفكم بهذا الشكل في الواقع. وما خشيتكم منها؟ وكيف يمكنها لهذه الخزعبلات أن تمتد في مجتمعاتكم التي تغذونها أنتم الأزهر بالعلم والنور؟ لقد تعالت مجتمعاتنا الإسلامية بفضل النور المحمدي وبفضل خاتم الرسل أن تركب خزعبلات أو تؤمن بها. وأما إذا كان التشيع خلاف ذلك ليس خزعبلات، بل هي وجهة نظر علمية تستحق الدراسة والرد وليست خزعبلات، فقوموا بدوركم التوعوي في الرد والتفنيد، وكونوا منصفين بتعليم الأمة التي تتبعكم أقوال الشيعة وآراءنا، وعلموهم الحجج على بطلان أقوالنا. ما في داعي بالصراخ المد الشيعي والمد الشيعي. فخلاف ذلك أي الصياح على منابر السياسة أوقف المد الشيعي هو صياح لا أعتقد إلا أن الغرب طلبه منكم، هذا الغرب الفاجر الفاسق وأذنابه في المنطقة، وخدعوكم بطلب هذا الصراخ. هو صراخ وصياح أشبه بالصياح الضعيف الفاقد للمنطق، بل هو أشبه بنهج وأسلوب الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأما النهج القرآني الصحيح الذي ربنا القرآن عليه، والمفروض أنك أيتها الأزهر تربين الأمة عليه وتربين العباد عليه، فهو ما في قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم، عيب أن تصيحوا
صباح نهار: أوقفوا المد الشيعي، أوقفوا المد الشيعي. ألستم تقومون بمد إسلامي في العالم كله؟ هل وجدتم ضعيفا مثلكم يصرخ أوقفوا المد الإسلامي؟ بل الكثير منكم يقوم بمد سني حتى في أهواز إيران الشيعية، فلم نسمع أحدا من الإيرانيين يصرخ أوقفوا المد السني في الأهواز، ولن نصرخ نحن شيعة أهل البيت أوقفوا المد السني، لأننا أقوياء في علمنا وحججنا مهما سعيتم لعرضنا بمال نفط الخليجي، فلن نصرخ مثلكم أبدا. فنحن نعلم بأن الجموع البشرية المخلصة للحق والخير تميز بين الماء والزبد، فليس وراء مدهم إلا النفط الخليجي الذي سرعان ما سينضب ويذهب جفاء. وأما تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما ثقل رسول الله قرآن ربنا وأهل بيت نبينا، فهو الماء الذي سيمكث في الأرض إلى نهاية العالم، ولا نهاية لهذا الدين المحمدي الأصيل إلا الظهور الموعود به في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا نهاية لنا إلا وراثة عباد الله الصالحون، النهاية التي وعد الله بها فقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فاصرخوا المد الشيعي، وأما نحن فسنعمل بقوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وسنتعالى نحن الشيعة على جراح السيارات المفخخة الأليمة في عراق الحسين والحسين، وفي باكستان وأفغانستان وغيرها.